ازاي الواحد يقدر يثق في نفسه 100%؟ ده ملخص كتاب الثقة بالنفس لروبرت أنتوني. كتاب جميل جدا بيساعد البني آدم ان هو يطور من شخصيته ويحقق الثقة الكاملة في نفسه. هلخصه لحضرتك في الكام نقطة اللي جايين. أول نقطة اتكلم عنها الكاتب ان الثقة بالنفس بتبدأ من داخل البني آدم، ان هو يكون واثق في نفسه ومؤمن بقدراته ان هو يقدر يحقق الهدف ده. ده بيديله ثقة بالنفس كبيرة. مهما كان التشجيع الخارجي، لو الشعلة دي مش موجودة جواه عمره ما هيحقق اي حاجة وعمره ما هيكون واثق في نفسه. النقطة التانية عشان تثق في نفسك ان انت تتخلص من التوقعات السلبية. فكرة ان انا هفشل او فكرة الاخرين هيشوفوني ازاي لو انا فشلت والكلام ده كله هو السبب الرئيسي اللي هيخليك مش واثق في نفسك وهيخليك تفشل فعلا. وخلينا دايما فاكرين المقولة بتاعت البلاء موكل بالمنطق. فشيء اساسي ان انت تتخلص من التوقعات السلبية. وما دام هتتخلص من التوقعات السلبية، فالنقطة التالتة هي التفكير الإيجابي، إن أنت تبص للموضوع بمنظور متفائل، وإن أنت إن شاء الله هتحقق الحاجة دي، وإن شاء الله إن ربنا يديك القدرة إن أنت تحقق الحاجة دي. فالتفكير الإيجابي هي النقطة التالتة اللي اتكلم عليها الكاتب في الكتاب. طيب النقطة الرابعة جميلة جدا، ان انت تعيش الحاجة قبل ما تحصل لك فعلا. يعني لو كمثال ان انت رايح انترفيو وعايز تبقى واثق في نفسك، فانت رايح الانترفيو وانت في دماغك كده ان انت خلاص اتقبلت، وانا هقعد هنا على المكتب ده، وانا هبقى فلان الفلاني وهشتغل، هعمل كذا وهسوي كذا. انت رايح الانترفيو في بالك ان انت خلاص مقبول. فهي الفكرة كده fake it until you make it، ان انت تعيش الحاجة قبل ما تحصل لك فعلا. النقطة اللي قبل الأخيرة إن أنت تكون شخص يتحمل المسؤولية بتاعت أفعالك. إن أنت تبقى عارف إن تبعيات أي أفعال أنت هتعملها أنت هتتحملها، مش هتستخبى، مش هتخاف، مش هتهرب. أنت هتتحمل تبعيات القرار بتاعك واختيارك. فدي بتدي للبني آدم ثقة بالنفس، حتى من قبل ما يعمل الفعل هو عارف لو العواقب بتاعتها، أنا العواقب بتاعتها إن شاء الله هتحملها وهتصرف فيها بالشكل الفلاني. هتتحمل نتيجة أخطائك وتتحمل مسؤولياتك. النقطة الأخيرة هي التخلص من النقد الذاتي. إن البني آدم بيقعد يلوم نفسه طول الوقت، وإن هو أصل لو عملت كده هفشل، لو عملت كده أكيد هخسر كل فلوسي، لو عملت كده أكيد مش هحقق اللي أنا عايزه. النقد الذاتي ده مشكلة كبيرة، وتغير ده بحاجات تحفزك وتحمسك. كتاب جميل أنصحكم تقرأوه. تقييمي ليه 8/10. لو عايز تقترح عليا الكتاب الجاي سيب لي في الكومنتس. أشوفكم في فيديو جديد على خير. السلام عليكم.